السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا مشتركاتي العزيزات في مطبخي الاقتصادي البسيط لأم داود. نبداو الفيديو تاعنا بالصلاة والسلام على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح نديرو مع بعض لاموس وشوكولا بذوق تاع البنان، تجي بزاف بنينة وخفيفة كما عودتكم بمقادير بسيطة. يعني راهو كلش امامكم. شوفوا شحال جات يعني بنينه احسن من تاع المحلات، خفيفه وظريفه ما شاء الله. ديروها لوليداتكم ولا لضيوفكم وتقطع كميه لا باس بها. راح نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. عندنا زوج حبات تاع بنان، نقشروهم ونقطعوهم تقطيع عادي يعني بهالطريقة عشوائي ما يهمش. هنا نوجدو كسرونة نديروها فوق نار قليلة كما راكو تشوفوا. نديرو 40 غرام تاع زبدة اللي هي مغرف ونص، نخلوها تذوب لا مارغارين هذيك تاعنا، ونديرو البنان نخلوه يدبل غير بالعقل كما راكو تشوفوا. يبدا يدبل غير بالعقل وحنا رانا نخلطو من داك نخلطو، يعني ماشي منخلطوش تخليط مستمر. بهذه الطريقه هاو دبل معانا. هنا نديرو زوج مغارف تاع كاكاو، ما يكونوش معمرين بومبي، نغربلوهم من الفوق. نتمنى يكونوا الوصفات تاوعي يكونوا نالوا اعجابكم، وما تنسونيش حبيباتي بلي جام. بهذه الطريقه هنا غير نخلطو خطره زوج نطفو وراح نجوزو نميكسو الخليط ديالنا. هنا رانا نميكسوه وممطون رانا نبردو فيه باش يبرد لنا، باش نجوزو للخطوه الثانيه. هنا نستعملوا الفوي، ناخذ البراميكسور نستعملوا الفوي. عندنا كاس غربع تاع الحليب راح نديروه تدريجيا، نديروا الكميه الاولى الكميه الثانيه الثالثه. عندنا مغرف ونص تاع مايزينا تكون معمره مليح المغرف، ونكملوا الحليب ديالنا. هنا نعاودوا نردوها فوق النار على نار قليله كما العاده، ونخلوها حتى تتقل معانا وراح تكون هنا واجده. يعني الطريقه الاولى نوجدو هنا بول ولا يعني طبسي يكون عريض، نديرو فيه لاكريم تاعنا ونخلوها تبرد شويه، نديرو لها بابي فيلم ونديروها في الفريجيدير. انا كنت درتها في الكونجيلاتور باش نخدمها تمتم حتى تبرد لنا مليح، لازم تبرد مليح. هنا نوجدو كاس غربع تاع شانتيي وكاس غربع تاع حليب، تقدروا ديروهما وتخلطوا. طلعوا الشانتيي تاعكم عادي كيما مدارين نطلعوا الشانتيي، طلعوها مليح بهذه الطريقه. الخطوه هذه ديروها كي تبرد لكم الكريمه. هنا عندنا دو بات تاع كريم ديسير شوكو، تحبوا ديروهم تحبوا ما ديروهمش، يعني كاضافه لتعزيز الذوق. تخلطوهم. هنا ني جبت لاكريم تاعي، شوفوا كيفاش بردت وشدت روحها. نديروها بالتدريج بهذه الطريقه. نزيدو نخلطوها. بقات لنا خطوه اخيره اللي هي بواطه تاع شوكولا كيما نشروها من برا عادي 100 غرام. ندوبوها بحمام مائي، واللي عندهم ميكرووند انا هنا دوبتها في الميكرووند. دوبوها عادي، يعني كي تدوب ما راهيش راح تكون سخونه بزاف. ديروها على الشانتي تاعكم والكريمه اللي كنتو خلطوهم، وتكون هنا معنا واجده يعني بنينه بزاف ولا اروع. نتمنى تجربوها
ما شاء الله. نوجدوا الكؤوس تاعنا، نخلوها تبرد. انا دخلتها نص ساعه الفريجيدار، خليتها حكمت روحها شويه باش درتها في الكؤوس. نوجدوا الكؤوس تاعنا ولا ليفرين، يعني الكميه لاباس بها، نديروها في بوش باش تجينا سهله. درت لها انا لهنا لادوي يعني كانت بسنان تاعها. نتوما ديروا لادوي اللي تكون عندكم في الدار، عمروا لابوش بهالطريقه باش تجيكم سهله. تقدروا تستعملوا لابوش بلاستيك عادي. عمروا الكؤوس تاعكم لليفرين. والتزيين كنت درت انا لي بيب دو شوكولا. التزيين اختياري، زينوا بالطريقه اللي تحبوها. المهم تكون لحقتكم الفكره وعجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. نقولكم دايما حبيباتي ما تنسونيش بلي جام ولي زابوني. دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.